خلصنا اليوم التاني من تحدي ال40 يوم قبل الامتحانات. بصراحة الموضوع بدأ يسخن، مش بس من ناحية المهام والمذاكرة، لا من ناحية الالتزام كمان. النهاردة كان في تحدي بسيط، اللي هو انت تكتب كل ساعة انت عملت فيها ايه. واللي عمل كده فعلا اكتشف قد ايه وقتنا بيتسرسب من بين ايدينا من غير ما نحس. انا شخصيا لما جربت التكنيك ده بقيت مهتم قوي بالوقت، وبقيت احاول اني ما اضيعش وقت غير لما اخلص كل المهام بتاعتي. واكتشفت ان الوقت كله كان بيضيع في تفاصيل صغيرة. المهم، هل انا خلصت كل المهام؟ الحمد لله احسن من امبارح بكتير، وخلصت كل المهام وزودت كمان مهمة من بتوع بكرة. المهم انك تبقى صادق مع نفسك وتبقى عارف انت واقف فين بالظبط. نصيحة النهاردة: لو مشيت يومك بتوصيل كل ساعة حتى بكلمتين بساط، هتكتشف كنز اسمه الوعي بالزمن. وده اول طريق للنجاح لاي حد. لو انت وصلت الجزء ده من الفيديو فانت انسان عظيم، مكمل وبتسعى. اكتب لي في الكومنتات خلصت قد ايه من المهام، وتحدي النهارده عملته وفادك ولا لا. وهتنام من غير ما تجهز مهامك لبكره. وانا كمان هنزل المهام قبل الساعه 9 زي كل يوم، عشان نبقى مع بعض الصبح بدري وتكمل الطريق. ولو لسه مش قادر تلتزم 100% عادي، احنا بنتعلم واحده واحده. المهم تكمل، والمهم تكون كل يوم احسن من اللي قبله. انا معاك ومش هسيبك. سلام مؤقت، واشوفكم في فيديو الصبح ان شاء الله بيوم جديد وتحدي جديد.